النهاردة هنشرح writing task 2 للآيلتس. هناخد question وهنكتب عليه essay كامل أكتر من 250 كلمة، وهنكتب الباراجرافز كلها paragraph. أول حاجة لازم نكون عارفينها إن عندنا في الإيساي بتاع الآيلتس 4 paragraphs: introduction, conclusion, body 1, body 2. وعلشان الموضوع يكون أسهل شوية هنحفظ الرقم ده 3 4 4 2. يعني إيه؟ يعني الانترودكشن 3 sentences، body 1 و body 2 بيكونوا 4 sentences، والconclusion بتكون 2 sentences. عدد الجمل ده بيخلينا نكتب بشكل منظم، ومش بيخلينا تويست تايم في الامتحان، وكمان بيعرفنا كل جملة ايه الوظيفة بتاعتها، فبتقدر ان انت تكتب اساي بشكل مظبوط وكمان يجيب سكور كويس في الايلتس. هناخد question وهناخد example ونكتب الاساي. السؤال اللي عندنا بيقول In some countries owning a home rather than renting one is very important for people. ده الروبريك أو زي ما بنسميه المين topic بتاع السؤال. الquestions اللي عايزني أجاوب عليها هي Why might this be the case? Do you think this is a positive or negative situation? يبقى أنا كده عندي 2 questions المفروض إن أنا أجاوبهم في الإساي بتاعي. لما بيكون عندي 2 questions بجاوب على واحد في body 1 وبجاوب على واحد في body 2، ولكن لازم في الانترودكشن أكون كاتب ال 2 answers بتوع ال questions دول. ليه؟ عشان الإكزامينر لما يروح يلاقيني حالل السؤال الأولاني في body 1 زي نفس البوينت اللي في الانترودكشن، يبقى أنا كده عندي كوهيجن عالي، يبقى اخد درجة الكوهيجن والكوهيرنس بأعلى درجة. لما بكون كاتب البوينتس في الانترودكشن هي نفس البوينتس اللي انا عملت لها explaining في body 1 و body 2، بيبقى عندنا كوهيجن وكوهيرنس في الاساي بتاعنا. خلينا نبتدي. اول حاجة لازم تعملوا بلان. ما ينفعش ادخل الامتحان واكتب على طول، لازم اعمل بلان للرايتنج بتاعي علشان يطلع منظم واجاوب فيه على كل البارتس بتاعت الكويستشن. البلان بتاعي بيكون ايه؟ انا عندي هنا 2 questions، يبقى انا المفروض ان انا احدد هو ال 2 questions دول الانسرز بتاعتهم ايه اللي انا هكتبها في الانترودكشن عشان اخدها اعمل بيها body 1 و body 2. اول حاجة هفكر في اجابة السؤال الاولاني why might this be the case. الاجابة عندي هتكون to avoid unexpected circumstances. كويس جدا، يبقى لازم اكون عارف ان البوينت دي هي نفس البوينت اللي هروح اشرحها فين في body 1. طيب إجابة السؤال التاني do you think this is a positive or negative situation؟ هجاوب عليها وأقول لا، ده positive situation لأن هو بيحل السوشيال issues، المشاكل الاجتماعية بتاعة الدول. المفروض في body 1 أروح أشرح الفكرة الأولى to avoid unexpected circumstances، وفي البادي التاني بشرح الفكرة التانية اللي هي هو positive عشان السوشيال issues. والconclusion حاجة مهمة جدا، لازم أعمل restating للتو main points اللي أنا شرحتهم في body 1 و body 2. جملة للبادي الأولاني بعمل paraphrasing للأيديا، والجملة التانية بعمل paraphrasing لبادي 2. هنروح نكتب دلوقتي الانترودكشن. الانترودكشن بتكون 3 sentences. السنتنس الأولى بتبقى paraphrase للquestion اللي عندي، والسنتنس التانية بتكون الopinion بتاعتي لو مطلوبة. لو مش مطلوبة بيبقى الريسبونس بتاع الكويستشنز اللي عندي. والجملة التالتة بتبقى الثيسيس، يعني أنا هتكلم عن إيه في الإساي ده. خلينا ناخد أول جملة. أول جملة هتكون paraphrasing للكويستشن اللي عندنا، فهنقول while some tenants prefer renting their place in affluent nations, numerous developing countries citizens favor owning their homes. ليه الناس بتشتري البيوت مش بتأجر؟ أنا هنا مع البارافريزنج هجاوب السؤال الأولاني why might this be the case to avoid unexpected circumstances. ولو تلاحظوا النقطة دي اللي أنا هروح أناقشها في body 1، يبقى أنا كده جاوبت على السؤال الأولاني. هروح دلوقتي أعمل stating للماي opinion بتاعتي. هو طالب هنا my opinion. I'm a staunch believer that home ownership is the panacea for social issues encountering third world denizens.
أنا شايف إن ملكية البيوت هي الحل الأمثل للمشاكل الاجتماعية اللي موجودة في العالم الثالث. آخر حاجة هعمل الثيسيس ستيتمنت. أنا هتكلم عن إيه في الإساي ده؟ فهتكلم على the reason behind this trend and my opinion will be further explained. أنا كده خلصت الانترودكشن قوية جدا، وكمان عملت ريسبونس للquestions اللي عندي، وهروح دلوقتي أكتب body 1. body 1 هكتبه على الفكرة الأولى، الريسبونس الأولاني why might this be the case. لو تفتكروا كانت على to avoid unexpected circumstances. لازم نعرف ان البادي باراجراف للآيلتس بيتكون من 4 جمل. اول جمله topic عامله زي التايتل، بستيت فيها المين بوينت بتاعه الباراجراف، زي ما يكون كده في كتاب وليه عنوان، فده عنوان الباراجراف. هو الباراجراف ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ان فكره ليه الناس بتشتري بيوت ومش بتأجر. فهنبتدي نكتب اول جمله to start with، وما ننساش transition words عشان دي اللي بتاخد بيها درجة الكوهيجن اللي جوه الباراجراف مش اللي على الإسي بس. dwellers in which countries that do not for writing ما بنكتبش do not financially support families prudently buy private homes to secure their offspring's future. يبقى الناس في الدول النامية بيشتروا بيوت عشان يأمنوا مستقبل ولادهم. دي التوبيك بتاعت الباراجراف، بس أنا مش فاهم يعني هما بيأمنوا مستقبل ولادهم إزاي. هنا بقى هنشرح why or how. لما أجي أكتب الإكسبلينيشن سنتنس اللي هي الجملة اللي جاية، بفكر في إيه؟ why or how، ليه أو إزاي هيأمنوا مستقبل ولادهم، عشان أعرف أعمل إكسبلينيشن قوي. هنكتب الجملة in other words transition words منساش اكتبها. in some nations أنا هنا بشرح إيه اللي بيحصل في بعض الدول. families sudden disasters prevent parents from making ends meet and they pose a threat of being homeless. إمتى؟ if they don't live in their areas. يبقى أنا كده شرحت لما بيحصل كوارث مفاجئة للعائلات ممكن يبقوا هاملس يترموا في الشارع لو ما عندهمش بيوت برايفت بتاعتهم هم. يبقى أنا كده شرحت يعني إيه أمنوا مستقبل ولادهم. طيب أنا عايز example يأكد لي الفكرة، يفهم الإكزامينر إن أنا فاهم، وبدي relevant example لنفس التوبيك والبوينت اللي أنا بتكلم عليها. For example, in Egypt, immediate termination is a common phenomenon in the private sector. Only workers who live in their areas survive without being in a catastrophe. يبقى هنا أنا وضحت في الإكزامبل يعني إيه family sudden disasters، إيه هي الكوارث المفاجئة اللي ممكن لو حصلت ترمي الناس دي في الشارع، ما يبقاش عندهم بيوت يعيشوا فيها. immediate termination الرفض الفوري اللي منتشر جدا في القطاع الخاص في مصر، ده من الأنواع اللي ممكن لو حصلت الناس لو ما عندهاش بيت ملك ممكن يبقوا في كاتاستروفي، يعني مصيبة. كده أنا خلصت. هروح أكتب concluding sentence أو السمري اللي هي آخر جملة، وتبقى جملة بسيطة جدا بعمل بيها restating للمين points اللي أنا ناقشتها في الباراجراف. Thus, living in a private apartment saves the individual's life. أنا كده قفلت الفكرة اللي أنا بدأتها في التوبيك سنتنس الأولى. أنا كده خلصت الباراجراف الأولاني بتاعي واتكلمت على to avoid unexpected circumstances، وهتكلم دلوقتي في body 2 عن البوينت التانية. البوينت التانية كانت إن أنا أجاوب Do you think this is a positive or negative situation؟ هنا طالب مني رأيي، يبقى رأيي هكتبه في body 1 وابتدي أشرحه بنفس الشكل بتاع body 1. topic, explanation, example و summary. أدي أول حاجة التوبيك بقول فيها رأيي. Moreover, I deem this situation to be a feature. ليه؟ Because it
protects people from the vicissitudes of life. يبقى أنا كده كتبت رأيي وكتبت السبب بتاعه. طب أشرحه، يعني أشرح إيه فكرة إن هو هيحموا الناس، ده القرار ده هيحمي الناس من تقلبات الحياة. To illustrate, dwellers do not have to pay housing costs, and young couples can start their life without monthly expenses. يبقى أنا كده شرحت إن مثلا الكابلز اللي هم هيبتدوا حياتهم الجديدة يبتدوها من غير مصاريف شهرية، فده مش هيبقى عبء عليهم. أدي example. For instance, in 2017, Egypt's National Council for Women حصل إيه؟ announced that the main factor responsible for increased divorce rates in Egypt is initiating marriage in rental houses. سبب مشاكل الطلاق العالية هي إن الكابلز بيبتدوا حياتهم في بيوت إيجار، which did not assist couples in facing the life reversal. ده طبعا مش بيساعدهم أبدا إن هم يقابلوا الحياة وتقلباتها والمشاكل اللي بتحصل لهم. أنا كده اديت الإكزامبل، هقفل الفكرة concluding sentence. Hence, to preserve the social fabric and successful marriage, most families should live in their place. خلاص أنا بعمل restating للمين points اللي أنا كتبتها في التوبيك. يبقى أنا كده خلصت السكند باراجراف. هكتب دلوقتي الكونكلوجن لازم يكون فيه نقطتين. لازم يعمل stating للتو بوينتس بتوع body 1 و body 2 اللي أنا اتكلمت عليهم، وكمان ما يكونش فيه أي فكرة جديدة. هبتدي in conclusion it's revealed that young couples in underdeveloped nations plan to possess their house ليه؟ to avoid sudden fatal consequences. Whilst this rescue the children from having dysfunctional families, I believe that this is a positive stage in man's life. طبعا ده رأيي اللي أنا بعمله stating تاني علشان أكتبه بالريزن بتاعه. يبقى أنا كده خلصت الكونكلوجن بتاعي. أنا بعد ما خلصت الكونكلوجن أهم نقطة وأهم بوينت يا جماعة لازم تعملوها إن أنت بتراجع